الانتخابات على الابواب. البرلمان بغرفتين، مجلس الشيوخ ومجلس النواب، بيستعدوا لاستقبال النواب الجدد او الاعضاء الجدد. يعني باختصار وبكل بساطه الايام اللي جايه مش ايام هدوء. الايام اللي جايه يا عزيزي هتكون ايام الاخبار والكواليس والصفقات والتحالفات والبيانات والترشيحات، وحزب ايه عمل مش عارف ايه. ايام الحملات الانتخابيه، ايام هيظهر فيها بنور الاحداث مرشحين واسماء وشخصيات عامه كانت قد اختفت ورجعت تاني للنور. ايام هنسمع فيها برضه كلام عن مرشحين من اصحاب الخبره. ايام هنشوف فيها وجوه ربما ما شفناهاش من زمان، ووجوه تانيه لسه مكمله معانا المرحله اللي جايه. الاحزاب اللي كانت نايمه طول السنه هتصحى، وفي احزاب هتسمع اسمها يمكن لاول مره، وفي احزاب جديده نزلت الساحه وشغالين حركه واجتماعات ولقاءات في كل مكان وفي كل المحافظات، وفي احزاب قديمه بتراجع نفسها دلوقتي، وفي احزاب كالعاده هنسمع اسمها في ملف الخناقات والخلافات، وفي احزاب برضه كالعاده هنسمع اسمها في اللحظه الاخيره قبل ما باب الترشيح يقفل على اصبع اي حد. وبرضه زي ما عشنا الدوشه بتاعت انتقال زيزو من الزمالك للاهلي، هنعيش برضه صفقات انتقاليه ما بين الاحزاب وبعضها هتعمل برضه دوشه ونقاشات، وهيبقى فيها كواليس واسرار كتير جدا. طيب السؤال دلوقتي، ليه انتخابات برلمان 2025 واخده كل هذا الزخم من بدري؟ ايه اللي يحصل او ايه اللي هيحصل وايه اللي بيحصل دلوقتي وايه اللي اتغير خلى برلمان 2025 يحظى بكل هذه الاهميه ويخلي فيه احزاب وشخصيات عامه كتير جدا عندها نشاط ملحوظ على الساحه السياسيه؟ تعالوا نعد مع بعض كام حاجه كده وكام نقطه تقول لنا ليه الانتخابات اللي جايه مش زي اللي فاتت. نمرة واحد، الظرف السياسي، سواء كان الظرف السياسي المحلي او اللي بيدور حوالينا في المنطقه او لعبه التغيرات اللي بتحصل في العالم كله. العالم بقى عباره عن خريطه بتتغير في كل لحظه والتانيه. دي كلها اسباب سياسيه واقتصاديه تستدعي ان كل مؤسسات الدوله وكل سلطات الدوله، تشريعيه تنفيذيه حتى الناس اللي في الشارع، تكون على قدر من الوعي واليقظه. فبالتالي احنا محتاجين في برلمان 2025 نواب غير، محتاجين مؤسسه تشريعيه غير تكون اكثر يقظه واكثر وعيا من اللي بيدور حوالينا. اثنين، الحياه السياسيه في مصر في الفتره الاخيره شهدت كده حاله فوقان او نور الصحيان زي ما بنقول، شويه حراك كده على خفيف، والكلام ده تقدر تقول ان هو حصل بعد بدايه جلسات الحوار الوطني. اثناء الجلسات وظهور عدد من الوجوه السياسيه اللي كانت مختفيه خلال الفتره اللي فاتت، اما كسلا واما ما كانش عندها حاجه، كل ده ظهر مع جلسات الحوار الوطني، وشفنا شخصيات بقى من المعارضه، شخصيات محسوبه على اليسار، شخصيات محسوبه على اليمين، شخصيات في النص، شخصيات عامه، شخصيات متخصصه ظهرت في جلسات الحوار الوطني، شفنا منها اقتراحات ونقاشات كتيره جدا. الحاله اللي خلقها او اللي عملها الحوار الوطني وجلسات الحوار الوطني شجعت عدد كبير جدا من الاحزاب ان هي ترجع تاني للساحه تشتغل بقوه، وشجعت عدد كبير من الشخصيات العامه اللي كانت نقدر نقول كده دخلت في بيات شتوي سياسي ان هي ترجع مره ثانيه للنور، وعندها امل وعندها احساس انه المستقبل السياسي او الحياه السياسيه في الفتره اللي جايه ممكن يكون فيها تغيير ومساحه اكثر للمشاركه. نمره ثلاثه، الحرب على غزه. الحرب على غزه وكل تداعياتها واثارها اللي حصلت في المنطقه دي وتحديدا على حدودنا الشرقيه عملت حاله فوقان عند كل الناس فيما يخص الجبهه الداخليه المصريه، سواء على المستوى الشعبي او على المستوى السياسي او المستوى النيابي. وبقى واضح للكل بما فيهم للدوله ان الجبهه الداخليه القويه والمتماسكه هي سر بقاء الدول وخط الدفاع القوي عنه في الاوقات اللي احنا بنعيشها دي، اوقات الصراعات واوقات تغير الخرائط العالميه، ومفيش تغير في الخرائط اكتر من اللي بيحصل في المنطقه بتاعتنا دي. نمرة 4، الوضع الاقتصادي، الحالة الاقتصادية اللي مصر عايشة فيها بسبب تداعيات والآثار اللي بتحصل حوالينا في المنطقة، سواء الحرب على غزة أو غيره أو التغيرات العالمية زي ما قلنا. لكن الوضع الاقتصادي المصري مع برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي بتقوم بيه الحكومة والخطوات اللي احنا ماشيين فيها بتقول إن احنا محتاجين نواب مش بس أقوياء، مش محتاجين نواب معروفين علشان قوتهم في دوائرهم،
مش محتاجين بس نواب يقدروا ان هم يجلجلوا تحت القبه، احنا محتاجين نوع تاني من النواب عنده من الوعي والثقافه باللي بيدور حوالينا، وتحديدا على الساحه الاقتصاديه ان هو يكون شريك في التشريعات اللي تحمي وضعنا الاقتصادي واللي تسهل للحكومه جلب وجذب استثمارات جديده. نمره 5 الحقيقه ان الاداء اللي قدمه بعض النواب في البرلمان الحالي خصوصا من النواب المحسوبين على المعارضه، سواء بممارسه دورهم الرقابي او في كلماتهم تحت القبه او كانهم في اللحظه او في لحظات معينه في بعض الجلسات وفي بعض المواقف كانوا صوت المواطن تحت القبه. الكلام ده او النوع ده من النواب شاور الناس كلها على نقطه مهمه جدا، ان البرلمان محتاج نواب بتذاكر، محتاج نواب بتمارس دورها الرقابي وبتمارس المعارضه المتزنه الوطنيه، مش محتاج نواب الصمت. علشان كده برلمان 2025 الاختيارات والوجوه فيه غالبا هتكون مختلفه. نمره 6 ظهور احزاب جديده. احزاب جديده ظهرت على الساحه، سواء كانت جديده تماما زي حزب الجبهه الوطنيه وحزب الوعي، او احزاب حصل لها بعض التغيرات في هياكلها ومنظومتها الاداريه زي حزب مستقبل وطن وزي بعض احزاب حرمات وطن وزي حزب الوفد وغيره وغيره، ثم التطور اللي حصل في بعض الاحزاب ووجودها على الساحه السياسيه بشكل اكثر بروزا زي حزب العدل او حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. كل ده يقول لك ان شكل خريطه الانتخابات هتكون متغيره عما سبق، ويشجع الاحزاب على انها تبدا تشتغل بدري. نمره 7 التكرار. ايوه التكرار بيعلم الشطار، والشطار من السياسيين والشخصيات العامه اللي بتشتغل في المجال السياسي في مصر ادركوا مع مرور الوقت والزمن ومع التغيرات العالميه اللي بتحصل ان اللي قاعد على الكنبه ملوش دور، ان اللي بيستخدم الحجج بتاعت اصل المجال السياسي، اصل الحكومه بتعمل، اصل الدوله بتعمل، ويختفي تماما او يتراجع او يكتفي بان هو يكون معارض وشخصيه عامه من خلال بوستات الفيسبوك، ملوش مكان. اكتشفوا ان المشاركه في الحياه السياسيه وتفاصيلها من خلال البرلمان والقنوات الرسميه زي ما حصل مثلا في الحوار الوطني هو اللي بيدي التاثير وبيغير افكار وبيستعمل اتجاهات ومسارات حكوميه، وكل ده في النهايه بيصب لمصلحه الناس والبلد. الحقيقه برضه ارجع اقرر ان حاله الحماس الخاصه بانتخابات برلمان 2025 سببها الرئيسي هي الحاله اللي اتخلقت بسبب جلسات الحوار الوطني. علشان كده وحاجات تانية كتير اهمها ان مصر في الظروف اللي بيعيشها العالم والتغيرات اللي بتحصل في المنطقه، مصر محتاجه دلوقتي كل حته فيها تكون فايقه وقويه، كل مؤسسه وكل صوت. خلي بالك بقى واحنا بنتكلم عن السلطه التشريعيه، عن البرلمان بغرفتين سواء مجلس النواب او مجلس الشيوخ، كل دي اسباب بتخلي برلمان 2025 وانتخاباته غير انتخابات مؤكد جدا انها تكون مختلفه عن غيرها شويتين 3، وده اللي هنشوفه مع الايام واحنا بنتابع مع بعض الاخبار والحركه اللي بتحصل سواء بقى جوه الاحزاب او في الشارع السياسي.